هذه الصور التي سترونها أمامكم أعزائي المشاهدين هي صور ليست في الولايات المتحدة ولا ألمانيا ولا اليابان ولا حتى الصين أو روسيا. إنها صور من داخل المملكة العربية السعودية العظمى، السعودية الطموحة، صاحبة الرؤية الطموحة الأخرى، رؤية 2030 لهذا الرجل العظيم الأمير محمد بن سلمان، صاحب هذه الرؤية الكبيرة. ولولا هذا الرجل ما كانت لتتحقق أغلب أماني الشعب السعودي في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها ما سنشاهده في هذا الفيديو. المملكة العربية السعودية تحتفل، ويحتفل معها الشعب السعودي، ويحتفل معها عشاقها من الشعب العربي. المملكة تحتفل بأول خط إنتاج في مصنع هياكل الطائرات من المواد المركبة. نعم، إنه الحلم الذي انتظرناه جميعا. فتحقيقا لمستهدفات الرؤية الطموحة في رفع المحتوى المحلي من الصناعات المدنية وأيضا الصناعة العسكرية بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، تقول شركة سامي: نحتفي مع شركائنا بنجاح الفريق المشترك لمشروع خط إنتاج أول مصنع هياكل الطائرات من المواد المركبة، والذي سيتم تشغيله عبر سامي ديفانس وبإشراف من قام السعودية. إنها صور من السعودية الجديدة، السعودية العظمى بقيادة الأمير الملهم محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030. صور تكاد تخطف الأنظار، ونحن نرى صناعة متقدمة جدا في المملكة العربية السعودية، ويشرف عليها مهندسون سعوديون وأياد سعودية. إنه لشرف عظيم للدول العربية كافة أن تكون دولة عربية رائدة قادرة على احتواء مثل هذه المصانع الكبرى، والتي تحتاج إلى تقنيات علمية وتكنولوجية كبيرة جدا. الصور معبرة جدا، وتوضح المصنع لتصنيع الأجزاء الدقيقة التي تتطلب دقة عالية وقطع غيار من عدة شركات سعودية: سامي وجي دي سي وأيضا شركات أخرى. هذه الصور المعبرة جدا تؤكد لكم أعزائي المشاهدين أن ما كنا نقوله مرارا وتكرارا على أن المملكة العربية السعودية ماضية على قدم وساق نحو تقدم تكنولوجي مهم جدا وصناعة عسكرية ستحسد عليها بالتأكيد. هي قطع غيار متنوعة للقوات المسلحة والطاقة كما ترون في هذه الصور، قطع غيار وهياكل طائرات وأجزاء متقدمة جدا وأجزاء دقيقة جدا تم صناعتها بأياد سعودية وبكل فخر. هذه الصور هي رسالة إلى كل الأعداء، كل الحساد، وكل من كان ينكر يوما أن السعودية ستكون قادرة بإذن الله تعالى على صناعة عسكرية سعودية بأياد سعودية وإشراف سعودي بشكل كامل. وكان ينكر أن تستطيع المملكة إنتاج خطوط إنتاج عسكرية داخل أراضيها. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعم. وكما يقول أحد السعوديين: نكاد نلامس الجوزاء فخرا بكم أيها السعوديون، ونحن نرى هذه الصور المتعددة لأجزاء ومكونات صناعة أجسام الطائرات، والتي سوف لن نكون بحاجة إلى استيرادها من الخارج في الأيام القادمة. من اليوم وصاعدا وبإذن الله تعالى ستنطلق صناعة الطيران الحقيقية في المملكة العربية السعودية. وما أدراك ما صناعة الطيران؟ إنها ليست أي صناعة أخرى، إنها صناعة متقدمة تحتاج إرادة حديدية مثل التي يملكها السعوديون بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وتحتاج لتقنيات متقدمة جدا قد لا يقدر عليها في العالم العربي إلا السعوديون. فهنيئا لكم، هنيئا لكم بخط الإنتاج هذا، وفي انتظار مزيد من الأخبار المشرفة بإذن الله تعالى. بعد أن قامت القيادة المركزية الأمريكية باعتراض شحنة من المتفجرات أرسلتها إيران إلى الحوثيين عبر خليج عمان، البنتاغون يحذر السعوديين. في البداية القيادة عبرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن قوات القيادة المركزية الأمريكية اعترضت مركبا شراعيا لا يحمل علم أي دولة في خليج عمان مصدره إيران
لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن. وتبعت القيادة بالقول إن الشحنة شملت أكثر من 360 ألف رطل من سماد اليوريا، والذي يستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى بيركلورات الأمونيوم، وهي المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها فتشت السفينة وأغرقتها ونقلت طاقمها إلى السلطات اليمنية. ونقلت القيادة تصريحات لقائدها مايك إيريك كوريلا قال فيها: إلى جانب القوات الشريكة، تلتزم القيادة المركزية بأمن واستقرار المنطقة وبتقويض جهود النقل غير الشرعي والمزعزع للاستقرار للمواد المتفجرة عبر البر والجو والبحر. في هذه الأثناء، نقلت مجلة البوليتيكو الأمريكية في تقرير لها عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم عاجل على السعودية بعد هجوم أربيل. ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القذيفة الاستراتيجية الأمريكية طراز بي 52 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 13 طائرة سعودية أخرى، يمثل استعراضا للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بتهديد وشيك للمملكة. وقد حلقت طائرتين من طراز بي 52 بالإضافة إلى 13 طائرة فوق الشرق الأوسط، وهو تحذير سعودي أمريكي إلى إيران بعد التهديدات التي تلقتها المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا من جنرالات الحرس الثوري، خصوصا حسين سلامي. تحليق البي 52 والطائرات السعودية رسالة واضحة القوة إلى إيران: نحن هنا ولن نقبل منكم أي حماقة. وقد أدانت المملكة الهجمات الإيرانية شرقي إربيل في إقليم كردستان العراق. وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن إدانة المملكة واستنكارها للهجمات الإيرانية والتي استهدفت بلدة كويزيجان شرق أربيل. وأكدت الخارجية السعودية رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد سيادة وأمن واستقرار العراق، كما أعربت عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. هجوم إيران على أربيل كانت قد توقعته المخابرات السعودية قبل أيام قليلة، وأعلمت CIA بأن إيران تعتزم شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة